كنا اتكلمنا عن الكابتن محمد عمارة في بداية حوارنا. فكرنا برضو عثمان كان كلام كان يعني يتحول للتحقيق في الاتحاد واتخانق هو، مع انه عمارة عادة يعني ما بيطلعلوش صوت. فايه اللي حصل خلاه يوصل للشكل ده النهارده؟ الثورة اتشحن فبدأ يبقى وقال لك الله جرى ايه كده. هو الطيب في البلد دي ملوش نايب ولا ايه؟ هو احنا عشان احنا قاعدين هاديين؟ هو احنا عشان احنا قاعدين ساكتين حصل كده يا عمارة ولا ايه الوضع؟ طيب في البلد دي بقى نصيب. يو يا عمارة ازيك يا كابتن محمد؟ قالوا لي استاذ عثمان واستاذ مجدي. ايوه ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيبين. وانت طيب. قول لي ايه الحكايه؟ بس انا مش ثوراجي يا استاذ مجدي والله. لا وهي ثوراجي دي عيب، دي حاجه لطيفه جدا. لا يعني انا مش ثوراجي، انا لست ثوراجيا، ولكن انا يعني طول عمري اتميز بالهدوء. وعثمان طبعا ابوظ الاخ والصديق الجميل يعرف عني هذا الانطباع يعني. ده صحيح. ايه اللي حصل بقى؟ انا ما دخلتش اتحاد الكوره في حياتي من يوم ما بطلت غير مرتين. مره عشان المرحوم سيد متولي كان عامل لي شيك بدون رصيد، والمره النهارده عشان الشؤون القانونيه كانت بتحقق معايا ليه في موضوع انا يعني بأثيره وبقوله للناس ان انا يا جماعه في حق مهضوم ليا. يعني ده حرام ان انا اطلع ان انا اتهضم حقي، ولا ده مش يعني حريه راي وحريه تعبير؟ لا ده امر طبيعي، وخاصه انه المفروض ان الاتحاد ده هو الجهه المنوط بيها انه الاطراف تلجا لها. احكي لنا ايه بالتحديد، وانت شايف انه مهضوم حقك في ايه بالتحديد كابتن عمار؟ بالتحديد انا يعني هم كانوا عاملين دوره البي طبعا دوره البي دي دوره مدربين. يعني طبعا قبل ما تاخد البي لازم تبقى واخد دوره قبل البي، هي اللي هي السي اللي هي زي كده. بس القائم على هذه الدوره واللي منظم هذه الدوره الاتحاد الافريقي، مش الاتحاد المصري. الاتحاد الافريقي بيسند الدوره الى خبرائه. يعني من الاسماء اللي انا هقول لك عليها دي حضرتك كلها شغاله في الاتحاد الافريقي. فدي مسنده للخبراء اللي هم بتوع الاتحاد الافريقي، مكونين من الكابتن شطه، الكابتن شوقي عبد الشافي، الكابتن محمود سعد، الكابتن فتحي مصير. يبقى يعني واقعيا الاتحاد المصري ملوش اي علاقه بالموضوع ده، بس بعتوا لي للتحقيق النهارده، وبرضه احترمت وجهه نظر الناس ورحت التحقيق. انا كنت مقدم في الدوره، وزي اي واحد بيقدم عشان يعني يحصل يعني ياخد الرخصه بتاع البي. انا ورقه اترفض، وفي ناس يعني كتير جدا ورقها اتقبل، يعني ما لهمش في المجال خالص يعني. فده اللي انا كنت بتساءل عليه، وطلعت في قناه الاهلي وصرحت تصريح بس كان قوي شويه فزعلوا منه يعني. اكمل ولا انتوا؟ ايه التصريح القوي اللي قلته زعلوا منه؟ التصريح القوي ان انا قلت ان ده يعني موضوع كويس ومربح، بس قلته بطريقه تانية يعني طريقه مدرجه شويه في الشارع المصري، والنهارده في التحقيق اللي هو ايه؟ انه سبوبه يعني، ولا مش فاهم؟ يعني هذا المسمى يعني. انما سبوبه انا اقصد بها ان ده يعني موضوع كويس ومربح للاتحاد وبيدخل فلوس كويسه، بدليل ان كل دارس بياخد 2500 جنيه بيدفعهم على اساس ان ده رسوم الدوره. فدي طبعا تبقى موضوع مربح للاتحاد الافريقي، او يعني هو المفروض ان هو الاتحاد الافريقي اللي بينظم مش الاتحاد المصري. فده موضوع يعني شوف بقى، اما كل دارس بتشتغل في حلوان وفي 6 اكتوبر وفي اسيوط وهنا كل مجموعه لا يقل عن 100 مدرب بيبقى موجود. اضرب بقى. طبعا طب وهو ده الكلام اللي زعلهم، وبالتالي تحولت للتحقيق؟ مين اللي حقق معاك؟ اللي حقق معايا المستشار حسين، هو اللي كان موجود النهارده في الاتحاد، وكلمته بما يرضي الله واللي انا مقتنع بيه من وجهة نظري، وقلت لهم انا عندي يعني حرية الرأي والتعبير، وده رأيي وهقوله في اي مكان. فيعني انا شايف يعني قولوا لي انتوا بقى انا غلطان ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني هل مش من حقي ان انا كمحمد عمارة انا لعبت في منتخب مصر اكتر ما لعبت في النادي الاهلي؟ صحيح.
يعني انا دولي يعني البعض ممكن يعني يقول لو الدنيا ماشيه صح قوي يقول مش بالضروره عماره لاعب كبير مش في بالضروره، الكوره، بس فمش بالضروره يبقى مدرب جيد او موهوب. يعني ده الرد يعني القاعده مش كل لعيب كويس يبقى مدرب كويس. بالظبط. انما طالما تنطبق عليا الشروط والمواصفات اللي هي بتاعه التقديم. ايه اللي حسسك يا عمارة انه بالتحديد حصل فيه نوع من انواع انه يعني حقك او انت اتظلمت في المسألة؟ يعني يعني اديني بس مؤشر. اللي حق يا استاذ مجدي حضرتك دلوقتي، انا يعني اللي زعلني ان انا مشيت بالطرق الشرعية. يعني انا دلوقتي لما جيت اقدم قالوا لي قدم في منطقة 6 اكتوبر، بعت الورق والشهادات كلها بالفاكس والموضوع. طب لما تجاوزوك، هل تجاوزوك انت بالتحديد ولا كمان ناس تانية معاك؟ والله انا اللي قدموا معايا كلهم اللي انا كنت اعرفهم شخصيا كلهم تقريبا قبلوا في الدورة دي. يعني زي مين؟ امثله، مجرد امثله واقع. انا قلت انا جبت الورقه معايا في اسماء انا قلتها في التحقيق، يعني ليس لا يعني ما حدش. لا، مع كامل الاحترام لكل الاسماء، بس زي مين اللي اجيزوا؟ اديني امثله للناس اللي اجيزت. اللي اجيزت ما في كتير، يعني في كابتن علي ماهر، وفي كابتن سمير صبري، وكابتن احمد فكري الصغير، وكابتن عماد النحاس، وكابتن، يعني الناس دي كلهم اخواتي واصحابي، بس الناس دي قدمت في هذا التوقيت برضو. يعني هو المفروض وكابتن عبد الحليم علي، وكابتن يعني كابتن محمد، وكابتن مش عارف، يعني في اسماء كتير. اظن ان المفروض ان اللي ياخد الرخصه بي دي والرخصه ايه بعد كده، لا لازم مش بس كده، لازم يبقى بيمارس بالفعل. انما عماد النحاس ما دربش، عماد النحاس كان بيشتغل مساعد مدير اداري او مدير الكوره في الاهلي. ما انت عارف بقى، يعني برضو انت حبيبي يا عثمان، والمواضيع يعني بلاش عشان ما تحققش معاك تاني. بس يعني احنا بنوضح الصوره. احنا انت حبيبي وانا حبيبك، والدنيا بتبقى حلوه ومفيش مشاكل. يعني بامانه شديده جدا خالص. انت يعني عملت الحكايه زي كده، ما بنروح مثلا، انا طلع في دماغي مره عثمان اروح اعمل الرخصه، بس مش رخصه سي ولا بي، اروح اعمل رخصه العربيه، وقلت انا مش هبعتها مع حد وانا هروح بنفسي. ما هم قالوا لا، انا عملت فقعدت اعمل في الرخصه دي حوالي مثلا 15 يوم يا كابتن مجدي. فهل انت لما رحت تعمل الرخصه دي كنت رايح فعلا بنفسك كده وعلى باب الله، ولا برضو كان ليك مساعيك انت؟ ولا مساعيه ولا حاجه، ده قالوا لي المسؤول عن تقديم الورق ان هو يتقبل بتاع الدوره او عدمه اللجنه دي، لجنه ثلاثيه مكونه من الكابتن فتحي نصير والكابتن شطه والكابتن محمود سعد. قلت اقرب واحد ليا انا، يعني الاثنين قريبين مني جدا، الدكتور كابتن شطه وكابتن محمود سعد. بس كابتن شطه كان في كاس العالم، فما كلمته ما ردش. كلمت كابتن فتحي نصير، قلت يعني جبت التليفون وكلمته، قلت له يا كابتن انا هقدم في الدوره والوضع كذا كذا كذا، هقدم ورقي وهقدمه فين، وعرفت منه التفاصيل الديتيلز كلها. ومشيت بالطرق الشرعيه يا كابتن مجدي، ما فيش اي حاجه عملتها مثلا يعني بالصدفه. وبعت ورقي بالفاكس لمنطقه 6 اكتوبر، ومنطقه 6 اكتوبر ما ردتش عليا ولا ادتني اي قرار لمده 10 ايام. اتصلت انا بيه تاني، الموضوع يعني لا، يعني انا من جوايا حسيت ان في حاجه يعني المفروض ما كانتش تحصل معايا. طب هل خلينا بس يعني يعني الدراسه هل هي بلغه غير اللغه العربيه، مثلا بالانجلش، فعملوا لك انترفيو انجلش فلما عدتوش ولا حاجه؟ ما فيهاش كمان، ما فيهاش لغه انجليزيه، ده بتدرس بالعربي. يعني انا ممكن اقول لك اسماء انت تزعل يا عثمان. يعني اقول لك مجموعه اسماء خدت الدوره دي. مين؟ مين؟ اشرف خضير مدرب حراس مرمى مصري ناشئين، نادي المصري ناشئين. محمد خليل مدرب حراس شرطه ناشئين. محمد ابو السعود مدرب حراس مرمى الداخليه. خالد عبد الله مدرب حراس مرمى بني سويف. علي عاشور، حسام عبد العزيز، انا بقول لك على اسماء. تامر عبد الحميد، عبد الحليم علي، محمود العارف، مصطفى مرين، احمد فكري الصغير، علاء عبد الغني، سيد حنفي، حسن علي، مدحت جمعه، ناشئين مقاولين وتقريبا مبطل تدريب، معلوماتي يعني. كل دول مرخصين؟ لا، مجدي عبد الرازق الشهير بلوكوزا، طارق عبد الله انبي ناشئين، سيد ياسين انبي ناشئين، كريم خالد كامل انبي ناشئين. قول لي بقى يا كابتن كريم خد، قولوا لي انتوا يا جماعه بقى. كريم خالد كامل خد رخصه؟ مش كان واخد رخصه معلقين؟ يا كابتن مصر قول لي انت بقى. محمد عماره يبقى ابو لهب؟ خسئت.
محمد عمارة واضح، بس كان لازم برضو كمان يبقى واضح قدام الناس. بس هي الحكاية، خلينا نقول. طب انا قلت يا كابتن مجدي، انا كابتن فتحي بعد اذنك اطلع اقول في الاعلام اللي حصل، ان انتوا مش عايزين تقبلوني في الدوري. يعني انا قلت لهم هطلع اوضح، ما هو عيب ان انا يعني برضو انا اديت يا جماعه شويه في الكوره، يعني لعبت شويه كوره في المنتخب والنادي الاهلي، فمن حقي ان انا ابقى يعني ما يبقى في دوره اخش فيها يا جماعه. ولو المقاييس يعني كانت، يعني عايز اقول لو كان الباب ضيق قوي، يعني كان يبقى منطقي ان الاقي انه مثلا الدوره دي بينجح فيها 2-3 مثلا، والباقي معلش المره الثانيه. لكن لما يبقى الباب بيتفتح على الضرفتين ويجي يقفل على صباع محمد عماره بالتحديد، هنا يبقى يعني بنوصل بس للناس ايه احساس واحد زي عماره. بس هو يبدو انه فعلا دلوقتي مطلوب الصوت العالي. طب ما الصوت العالي اسهل حاجه، ما حتى عماره ده الراجل اللي هو صوته ما حدش يسمع له حس، ولا بيطلع في راجل في القناه، ولا بيقتل ولا بيعادي حد، وراجل زي يعني راجل زي النسبه، واطلع احلل ماتشات واعمل مداخلات واروح. انا يا جماعه بعد عن المواضيع دي، انا راجل مدرب، هو مدرب دلوقتي ماليش شغلانه الا التدريب. دخلت في الاعلام، انا عارف ده يا محمد، ومن غير ما انت تقول ده، يعني انت بتطلع معايا عشان بس يعني ده اللي انا اعرفه من ايام ما كان عنده 16 سنه. احنا طالعين مع بعض يا عثمان. انا عارف صحيح. يعني طيب انا عايز اقول بس انت تكلمني والاستاذ مجدي انه هي دي وتقول لي اعمل معانا مداخله وانا صحيح. هي دي الفكره يا عثمان، انه انت بتجرجر الناس الى انه لما بيبقى الصوت العالي هو اللي بيجيب نتائج معاك يا جماعه، انه يبقى كل الناس كل مصر صوتها هيعلى. المشاكل يا جماعه بتصيط للاسف. ايه يا جماعه؟ صحيح، ده صحيح، انا معاك في ده. يعني ليه وده يكلمني وده يكلمني وده عايز خبر وده عايز موضوع وعايز يعمل قصه والفتيله والدنيا، ليه الصوت العالي زي ما الاستاذ مجدي بيقول كده هو اللي يعني الصوت العالي بياخد حقه؟ طب وليه ما بقاش انا كويس وتمام زي الفل وحق يجي لي طالما ليا حق؟ لو ماليش حق خلاص ما اتكلمش فيه. محمد عمارة النقطة واضحة جدا. يعني في النهاية حتى لما صوت عمارة يعني علي، أنا شايف إن هو برضو علي بنوع من أنواع الأدب وعلى استحياء وبخجل وباحترام. مش بالضرورة حتى الناس المحترمين لما صوتها بيعلى يا عثمان بيظلوا برضو محترمين. محمد عمارة بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا على golfmradio.com.